بمناسبه محمد شريف، عشان في حاجه مهمه عايز اتكلم عنها. في تواصل. بصوا يا جماعه، هو كان حصل تواصل قبل كده من حوالي سنه، بالظبط حصل تواصل، ودي معلومه انا متاكد منها مليار في الميه. حصل تواصل من مسؤولي نادي الزمالك مع وكيل محمد شريف، واتكلموا مع اللاعب او اتكلموا مع الوكلاء بالتحديد، والوكلاء بتوع محمد شريف ابلغوا اللاعب بالمفاوضات، و يعني كان في اهتمام، واحنا عايزينك يا شريف وعايزينك تيجي نادي الزمالك وكلام من ده. حصل فعلا التواصل ده، حصل من سنه، وبعد كده التواصل ده يعني ما اكتملش، لان طبيعي ان اللاعب لسه بيرتبط بعقد مع النادي الاهلي، لكن يعني ما بقاش في تفاوض شويه. لكن مؤخرا لازم الناس تبقى عارفه ان عقد محمد شريف ينتهي مع نهايه الموسم اللي هيخلص. يعني محمد شريف يحق له انه يمضي في شهر يناير المقبل، فبالتالي مسؤولين نادي الزمالك بيشتغلوا من دلوقتي عشان الناس اللي كانت تقعد تقول لك ايه ده مرتبط بعقد ما ينفعش اتواصل معاه ومش عارف ايه، واللي انت بتقوله ده ومش اللي انت بتقوله في القصه اياها اللي انتوا عارفينها. تمام؟ لا، حق اي نادي ان هو يحاول ياخد حتى موافقه مبدئيه من لاعب. هو ده اللي بيحصل في العالم كله، اي حد يقول لك غير كده يبقى بيضحك عليك والله. ففي تواصل مع محمد شريف، اللاعب نفسه متمسك بالاستمرار داخل النادي الاهلي، بس ده ما يمنعش انه ممكن في يوم من الايام يروح نادي الزمالك. ايه اللي مستنيه محمد شريف؟ هو مستني يشوف مستقبله مع فرقه النادي الاهلي هتبقى عامله ازاي. هل هيبقى شريك اساسي في خطه كولر ويشارك ويبقى موجود، ويا سلام بقى لو يلعب بشكل اساسي، دي وجهه نظر محمد شريف اكيد، واي لاعب بيفكر في كده. ولا لما هيتم التعاقد مع المهاجم الجديد في ظل تواجد كهربا كمهاجم اساسي الكولر، تمام، هيبقى دور محمد شريف محدود، ولا هيشارك، ولا هو يعني دي كلها حسابات من حق اي لاعب يا جماعه يفكر فيها، واللي يقول لك برده غير كده يبقى بيهرج. ففي تواصل. القرار هيبقى امتى؟ القرار عند محمد شريف. في سعي من النادي الاهلي تجديد التعاقد مع اللاعب، ده امر مؤكد، وفرص بقاء محمد شريف في النادي الاهلي اكبر من رحيله بعد نهايه عقده، وفرص تجديد التعاقد اكبر حتى هذه اللحظه. لكن كل شيء وارد، احنا اتعلمنا اهو خلاص بقى نبصم بالعشر بعد صفقات معينه ان اي شيء ممكن يحصل. فدي برضو معلومه مهمه حبيت اقول لحضراتكم عليها. طيب، ده بخصوص ملف الانتقالات والصفقات.